متنافسه ان كلهم يلعبوا في الجولتين الاخيرتين، وفي نفس الوقت المدخلات الخاصه ببطوله دوري ابطال افريقيا وكونفدريشن كاب، ان احنا حاطين التصور كامل للاجنده ان الفرق بتاعتنا توصل للنهائي. والنقطه الاخيره طبعا الموضوع الخاص بكاس مصر، كل ده احنا بندخله على السيستم عشان بعد كده السيستم يدينا الجدول اللي يقدر يتماشى مع الموضوع ده. النقطه الثانيه طبعا دي بالاضافه للامور الاساسيه اللي موجوده في القرعه اللي محطوطه من الدور الاول الخاصه بالملاعب. ان طبعا احنا عارفين عندنا مثلا قاهره اسماعيليه والاسماعيلي بيلعبوا على استاد اسماعيليه، عندي 5 فرق بيلعبوا على استاد القاهره. فانا النهارده ده كله بيتحط جوه السيستم وعلى اساسه بيفرز لنا الجدول الكامل. اوكي. الجدول بالملاعب بكل تاكيد بكل شيء. طبعا اسالك دي القواعد الاساسيه للقرعه زي ما الكل عارف، لكن خليني اسالك الحقيقه لان ده مسار تساؤل كبير